تخيل تعيش بأمان طول عمرك، وبآخر أيامك أقرب الناس إلك يكونوا سبب نهايتك. قصة بتبلش بزواج عادي وبتنتهي بخيانة وجريمة ما حدا كان متوقعها. سلام صبايا، معكم بتول، وإذا حابين تعرفوا تفاصيل القصة بعد الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصتنا اليوم عن دكتور جامعي محترم والكل بيعرفه بأخلاقه وعلمه. عايش حياة مستقرة مع زوجته وأولاده 3. كبروا أولاده وتزوجوا، وكل واحد منهم صار عنده حياته الخاصة، بس كانوا دايما قريبين من أبوهم. ولما وصل عمر الدكتور ل60 سنة قرر يتقاعد، وكان مرتاح ماديا، عنده شقق مأجرة وعنده أموال بالبنك، يعني حياته كانت تمام. ومثل ما بيقولوا الحلو ما بيكمل. وفجأة زوجته توفت، وهون بلشت الوحدة تاكله من جوا. البيت صار فاضي والهدوء صار مزعج. وبعد سنة من الحزن قرر ياخد قرار جديد، وقال لازم اتزوج، بدي حدا يكون معي بهالعمر. وما كان بده وحدة كبيرة بالعمر، بده حدا يهتم فيه. هون دخلت آمال بحياته. آمال كانت ذكية كتير، ومن أول يوم عرفت كيف تدخل قلب الدكتور من دون ما يحس. بكلام اللطيف واهتمام الزايد خلته يحس إنه أخيرا لقي الراحة اللي كان يدور عليها بعد وفاة زوجته. بالبداية كل شي كان طبيعي، ضحك واحترام وحياة هادية. حتى أولاده حاولوا يتقبلوها ويتعاملوا معها بلطف كرمال أبوهم. بس مع مرور الأيام بلشت آمال تغير أسلوبها تدريجيا، وبدون ما يكون التغيير واضح. صارت تحكي للدكتور أولادك ما عاد يسألوا عنك مثل قبل، وواضح إنهم مهتمين بأملاكك أكتر منك. وبنفس الوقت كانت تخلق مشاكل مع أولاده، مرة تحكي كلمة بتجرحهم، ومرة تتجاهلهم، ومرة تكبر مشكلة صغيرة لحتى تصير قصة كبيرة. ومع كل مشكلة كانت ترجع للدكتور وتبين حالها إنه هي الضحية. الجو العائلي الدافئ تحول لتوتر دائم، وزيارات أولاده صارت تقل والمشاكل تزيد. آمال كانت عم تبتسم لأنه كانت بتعرف إنه خطتها عم تنجح. مرت الأيام وصار التوتر بين آمال وأولاد الدكتور يكبر. كل زيارة كانت تنتهي بمشكلة، وكل كلمة كانت تتحول لخلاف أكبر. ومع الوقت آمال ما عاد اكتفت بالمشاكل وبلشت تتحكم بكل شيء. صارت تمنع أولاده يزوروا، مرة تقول إنه تعبان، ومرة نايم، ومرة مو فاضي إلكن. وأحيانا لما يعرف الدكتور إنه بدهم يجوا لعنده كانت تسبقهم وتعمل مشكلة كبيرة لحتى هو بنفسه يقولون لا تجوا، ما بدي مشاكل. وهون بلشت العلاقة بيناتهم تنهار. شهر ورا شهر وزياراتهم صارت أقل وكلامهم صار نادر، لحتى بيوم من الأيام انقطعت العلاقة بيناتهم. 3 سنين ولا واحد من الأولاد قدر يشوف أبوه أو يطمن عليه. الدكتور كان يفكر إنه هالشي طبيعي وإنه أولاده فعلا تغيروا، لكن الحقيقة إنه كان عم ينخدع بكل كلمة. وبعد كم شهر إجت الضرب الأقصى للدكتور. الدكتور أصيب بمرض نادر، وخلال فترة قصيرة فقد بصره بالكامل، ما عاد يشوف شيء أبدا، وصار معتمد بشكل كامل على آمال، وهي صارت عيونه وأدانه وكل شي بحياته، وهو ما عنده أي طريقة يعرف شو عم يصير حواليه. البيت كان مليان حياة، صار سجن هادئ. الرجال اللي كان قوي وناجح صار ضعيف ومعزول ومحاط بشخص واحد، بس شخص ما كان عم يحبه بصدق. بهالفترة وبعد ما صار الدكتور معزول بالكامل، آمال كانت عايشة حياة تانية تماما. بنفس البناية كان في شاب اسمه نادر، عنده ملحمة ومعروف بين الناس إنه جريء ولسانه حلو. بالبداية كانت نظرات وبعدين حكي عابر، ومع الوقت صارت العلاقة بيناتهم تكبر بشكل خطير. آمال كانت متعلقة كتير بنادر، ونادر شاف فيها فرصة ما بتتعوض. وبما أن الدكتور صار أعمى صار الموضوع أسهل بكتير. نادر صار يطلع على البيت ويدخل ويطلع من دون ما حدا يشوفه، ويقعد بالساعات وهي معه،
والدكتور ما كان يشوف بس كان يحس، وبلش يلاحظ أشياء غريبة، أصوات خفيفة وحركات ما مفهومة أبدا. وأهم شيء كانت الريحة، ريحة عطر أو شخص غريب تتكرر كل فترة بنفس الشكل. وبالبداية حاول يقنع حاله إنه متوهم، لكن الإحساس كان أقوى من أي تفسير. وبيوم من الأيام آمال قالت له للدكتور رح يزورنا أخي. الدكتور استغرب وقال له ليش عندك أخ؟ هون آمال انصدمت وارتبكت وقالت له أيوة عندي أخ، بس ما كنا على تواصل، كان في بيناتنا مشاكل. ولما إجا نادر وسلم على الدكتور، هون كل شي انكشف، نفس الريحة ونفس الإحساس ونفس الشخص اللي كان يشك فيه. الدكتور سكت بس قلبه كان عم يدق بسرعة، وصار متأكد إنه في شي عم يصير وراه، شي مو طبيعي أبدا. وبعد هاللحظات بلش يراقب بطريقته، يسمع ويركز ويشك بكل التفاصيل. صحيح الدكتور فقد بصره، لكن سبحان الله رب العالمين عوضه بحاسة السمع، وكان عم يشوف الحقيقة بوضوح أكبر. وآمال كانت مفكرة إنه كل شي تحت السيطرة، بس الحقيقة إنه اللعبة بلشت تنكشف، واللي جاي كان أخطر بكتير. وبعد ما الدكتور بلش يشك، الجو داخل البيت تغير بالكامل، وصار في توتر ما طبيعي، حتى الهوا نفسه صار تقيل. آمال حست إنه الوضع عم يخرج عن سيطرتها، خصوصا بعد ما صار الدكتور يلمح بكلامه ويسأل أسئلة دقيقة كتير ويحاول يربط الأحداث ببعضها. نادر كمان بلش يخاف لأنه وجوده بالبيت ما طبيعي، وإذا انكشف الموضوع نهايته رح تكون صدمة كبيرة. فبلشوا اثنيناتهم يشتغلوا بهدوء مشان يحموا حالهم. آمال صارت تمنع الدكتور يتحرك برا البيت بحجج كتيرة، الدنيا برد، خليك مرتاح، الناس برا ممكن تأذيك أو تضيعك. وبنفس الوقت كانت تراقب كل تصرفاته، إذا حاول يلمح لشيء كانت تقطع عليه الحديث فورا. أما نادر صار يجي لعندهم بحذر، أوقات متأخرة وأوقات لما يكون البيت فاضي. الدكتور رغم فقدان بصره كان يعتمد على حاسة السمع وحاسة الشم، وبلش يربط أشياء ببعضها بشكل مخيف. كل مرة يمر نادر نفس الريحة، وكل مرة ينفتح الباب نفس الصوت، وكل مرة آمال تتوتر نفس ردة الفعل. وصار متأكد إنه في شي غلط، بس المشكلة إنه ما عنده دليل واضح. ولهيك الدكتور قرر إنه يواجه آمال وقال بهدوء في شي عم تخبيه عني. سكتت ثواني وبعدين ضحكت، شو عم تحكي؟ أنت عم تتخيل، أكيد المرض أثر عليك. بس الدكتور حس بالإجابة ما صادقة أبدا، وحس بالخوف بصوته. بهالوقت نادر اقترح فكرة خطيرة وقال لآمال هالرجال عم يقرب يكتشف كل شي ولازم نتصرف قبل ما يفضحنا. بداية ترددت، لكن الطمع والخوف كانوا أقوى من أي إحساس تاني، وصاروا يحطوا خطة مبنية على التخلص منه بهدوء بدون ما يتركوا أثر واضح. آمال غيرت معاملته مع الدكتور وصارت تربطه بالبيت، صار يحس إنه عم ينحبس داخل بيته مو بس جسديا حتى نفسيا. ومع الأيام بلشت فكرة خطيرة تكبر براسه، فكرة النهاية. نادر كان يقول لآمال لازم ننهي الموضوع قبل ما يصير شي أسوأ، وآمال كانت ساكتة وسكوتها يعني موافقتها. ومن هون بلشت الخيوط الأخيرة للجريمة تتجمع بدون ما الدكتور يعرف. والأيام الجاية كانت رح تغير كل شيء بشكل ما حدا كان متوقعه. وبليلة كانت هادية كتير، بس السكون كان مخيف. الدكتور كان حاسس إنه في شي غلط، قلبه ما مرتاح، بس ما كان عنده طريقة للهروب أو يعرف الحقيقة. بهالليلة آمال ونادر اتخذوا قرارهم النهائي من دون رحمة. تخلصوا من الدكتور بطريقة قاسية كتير، قتلوه وقطعوه لثمان أجزاء، وبعدين كبوه بالحاوية. وبعدها حاولوا يخفوا كل شي وكأنه ما صار شي أبدا. اختفى الرجال فجأة وما حدا عرف وين راح. آمال تصرفت كأنه الأمور طبيعية، ونادر كمل حياته، بس الخوف كان واضح عليهم. ومثل ما بيقولوا الدم ما بيندم. وبعد كم يوم بلشوا الجيران يلاحظوا ريحة غريبة طالعة من الحاوية القريبة من ملحمته لنادر.
الريحة كانت قوية لدرجة ما بتنحمل. بلغوا الشرطة فورا. الشرطة وصلت بسرعة وبلشوا يحققوا بالموضوع، وكل الشكوك راحت مباشرة لنادر. المكان، التوقيت، وكل التفاصيل كانت ضده. بلشوا باستجوابه، وبأول ضغط حقيقي عليه انهار واعترف بكل شيء. كشف جريمته وكشف دور آمال بالكامل، وبهيك انكشفت الحقيقة اللي حاولوا يدفنوها. تم القبض على آمال، وبعد تحقيق طويل تحولت القضية لرأي عام. أولاد الدكتور لما عرفوا الحقيقة كانت صدمة كبيرة إلهم، وبالنهاية انحكم بالإعدام على نادر وآمال. خيانة وطمع ونهاية صادمة. بلشت بقرار بسيط بس النهاية كانت كارثية. ولهون يا صبايا بنكون وصلنا لنهاية قصتنا. بتمنى تكون عجبتكم واستمتعتوا فيها. إذا كنتوا معي بالقصة لهون ما تنسوني من اللايك وتعليق حلو مثلكم واشتراك بالقناة، وبترككم برعاية الله وحفظه، في أمان الله، مع السلامة.